لماذا يلقب الجزائريون قنوات التلفزيون الجزائرية بقنوات الصرف الصحي؟ حريصة تعيدنا إلى هذه القضية وتدفعنا إلى الخوض فيها. فبعد نهاية الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين ضمن مباريات كأس ملك إسبانيا، تفوه المحلل محمد لمين بنشبير في برنامج الفريق الدولي بقناة الهداف الجزائرية بكلمات وعبارات مشينة لزميله في أستوديو تحليل نور الدين بلكبير الملقب بميدو. محمد لمين بنشبير معروف بتعصبه للريال، بينما ميدو بلكبير لبرشلونة. لكن انفعال وغضب بنشبير أخرجه عن النطاق الرياضي للحصة وخالف أخلاقيات المهنة، وذلك بذكره لأخت ميدو بلكبير وعائلته في محاولة لاستفزازه والرد عليه، حيث قال: هنا رانا نحلو، راني مدرا يا خويا، راني نهضر على نسيبك، هذا واسمو انشيلوتي، ما راه مزوج بختك ولا مزوج بفاميلتك، رانا نحلو برك، هذه مباراة مجرد مباراة رانا نحلو فيها، راني نمد رأيي في انشيلوتي. خليني معليش خليني نسمع غير حتى نهضر محمد. انا عندي هذا ليسباس خويا ميدو، نهضر واش نحب اخي العزيز. كي بارك الله فيك، ماش نهضروا على داركم، ما نهضروا على برشلونة، نهضروا على ريال مدريد. نهضروا على برشلونة، نهضروا على ريال مدريد. ميدو نعم ربي يسهل. نعم. بينما تعتبر هذه الكلمات معيبة مشينة في أوساط الجزائريين، فما بالك بذكرها على حصة تلفزيونية تشاهدها كل فئات المجتمع، صغارا وكبارا، رجالا ونساء وحتى عائلات. الأمر الذي أثار حفيظة الجزائريين المثارة أساسا اتجاه الإعلاميين في مختلف القنوات والمجالات، حيث علق الجزائريون بتعليقات قاسية جدا تتمحور أغلبها في التذكير بقيم المجتمع واستنكار للألفاظ المستعملة، كما طالب أغلبهم بطرده من القناة. بنشبير خرج معتذرا بعدها عما بدر منه، حيث كتب قائلا بخصوص ما وقع في حصة أمس: ما بدر مني كان هفوة غير مقصودة في لحظة غضب وتسرع، ومباشرة بعد نهاية الحصة اعتذرت من ميدو الذي أعتبره أخا وأكن له كل الاحترام والتقدير، وعاد المياه إلى مجاريها، نفس الاحترام والتقدير الذي أكنه لكل زملائي ولكل المتابعين. كانت لحظة لم أتحكم فيها بأعصابي، ولكن أيضا لم أقصد منها أي إساءة لا لميدو ولا للمشاهدين، فلا تربيتي ولا أخلاقي تسمحان لي بذلك. في الأخير أبقى مجرد بشرا يخطئ ويصيب مثلكم جميعا، ولست معصوما، ولكن الأهم أنني أعترف بأخطائي وأعتذر عنها، وجل من لا يخطئ. جمعة مباركة للجميع.